اهلا بكم في فيديو جديد على قناه يوميات فتى عضلات. انا كنت محتاج جدا بطاريات للكاميرا الجو برو، لان طبعا الكاميرا الجو برو ما بتجيش غير ببطاريه واحده ومفيش حتى شاحن يعني. فانا في عجبني منتج على شاتر شوب، كان عباره عن شاحن ببطاريتين اللي هو الاندورو باتري اللي هي بتاعت الجو برو. الغريبه ان انا لقيت البطاريه الاندورو لوحدها كانت ب 4455 بالصدفه كده، وانا بقلب لقيت في منتج تاني عباره عن بطاريتين اندورو ومعاهم شاحن كمان، شاحن دول. بكام كل ده على بعضه؟ ب 4199. فقلت الله، يعني اشتري بطاريه لوحدها ب 4000 ونص، ولا اشتري شاحن ببطاريتين ب 4199؟ بس انا كنت مستغرب بصراحه فرق السعر الرهيب ده، يعني فكرت ان البطاريه التانيه دي جودتها وحشه او كده. فلما سالتهم يعني قالوا لي لا، انت لو تلاحظ الفكره كلها ان عشان المنتج التاني ده موجود فعليا، عشان كده ده سعره، انما البطاريه اللي لوحدها غاليه لانها دي لسه هنطلبها من امازون، فشحن بقى وجمارك والحوارات ديت. حتى قالوا لي هتلاحظ ان البطاريه لوحدها مكتوب ان التوصيل من 12 ل 20 يوم، انما البطاريتين اللي معاهم الشاحن هتلاقي التوصيل مكتوب نيكست داي اللي هو على طول. فعشان كده فرق السعر ده السبب يعني. فطبعا قلت على طول فرصه يعني، وجبت اتنين بقى. كنت هجيب واحده، جبت اتنين لان دي فرصه ممكن ما الاقيهاش تاني، لان الجو برو طبعا يا جماعه انتوا عارفين يعني يعني البطاريه يا دوبك اخرها مثلا نص ساعه او ممكن ساعه لو انا صورت بجوده قليله، بس اللي هو يعني محتاجه بطاريات كتير. الجو برو سفاحه بطاريات، فان انا يبقى معايا 4 بطاريات ب2 شواحن دي حاجه كويسه جدا. طيب هو الاوردر لسه وصلني يا جماعه، تمام. طيب الحاجات اهيت، بس معرفش ليه عاملين الفاتوره بتاريخ 24 مع ان هي وصلتني يوم 29. بس الغريبه في واحد واصل في كيسه والتاني مش في كيسه، معرفش ليه يعني. ده كتالوج، هي دي مستاهله كتالوج يعني يا جدعان. ويا جدعان شايفين يا جدعان اهو حاجه اهو من الاتنين. استنى اطلعها. يا سلام يا سلام، ده الكابل. ايه ده برضك مش بفيشه، لازم اوصلها في يو اس بي اهو، تمام. ودول بطاريتين اندورو، وريني كده يا ابني. جو برو يا جدعان اهي، اندورو باتري 1720 ولا كام. طب يا جدعان هو مش مكتوب عليها اي حاجه تدل على ان هي 1720، بس انا قارنتها بالبطاريه اللي جايه مع الجو برو، هي نفس البيانات بالظبط اللي عليها، اختلاف بس سنه التصنيع. اللي جايه مع الجو برو 12 اللي انا شاريها تصنيع 7 2023، انما دي تصنيع 10 2022، بس ده الاختلاف يعني. تمام. طيب المهم هنحطهم بقى، هنحط البطاريه الاولى. ايه اللي فرقع ده يا ساتر اهي. طب هو المفروض بيشحنوا الاتنين في نفس الوقت يعني سيمultaneous. طيب المفروض في لومب انديكيتور بتعرفنا فين الانديكيتور ده، انا مش عارف الصراحه. معرفش، يمكن بينور منه فيه كده، والله ما عارف يعني. يمكن في لمبه خفيه ولا حاجه يا شباب. المهم يعني انا بوصل كده، ولازم بقى ايه اشوف اي مشترك عندي يكون ماشي. انا في عندي الاباجوره بتاعت ايكيا ديت فيها شاحن يو اس بي، فممكن اجرب فيها. بس مفيش اي اضاءات اضاءات من فوق اهي يا جماعه، اضاءات من فوق اهي، شايفين اهو. بس معرفش بقى اما يشحن يديني ايه اهي. شايفين يا جماعه اهو الاتنين منورين ان هما بيشحنوا. معرفش بقى هل يديني اخضر او ايه، ايا كان، بس هو كده ده معناها ان الاتنين بيشحنوا. حلو، هيريحني كتير والله الموضوع ده. مكتوب عليها جو برو. تعالوا بقى نفتح العلبة التانية بقى ونجربهم. دول كده تمام اهو بيشحنوا. اهيت
تخيلوا بطاريتين وشاحن بتمن اقل من بطارية واحدة. مش نفصل دي بقى ونشوف ديت، يا رب تشحن. اوه ايوه شحن اهو، منور الحمد لله. الحاجات دي كانت فرصة، يعني كانت فرصة ما كانش ينفع اضيعها ابدا يا جماعة. الجو برو سفاحة بطاريات، ولازم يكون معايا بطاريات بشواحن ماشي يا جدعان، بس كده الفيديو خلص، استنى فيديو جديد، سلام.